اللي بتبهرنا السنه دي من خلال الاداء والنتائج وعدد الاهداف كمان اللي بيحرزوها الحقيقه في كل المباريات. 3-3 3-2 النهارده بيفوز 3-2 على فاركو، ان كان طبعا ماتش كان مثير جدا. بلديه محله بينهي الشوط الاولاني 3-0 ولكن قدر فاركو في الشوط الثاني يحرز هدفين والامور كانت هتصعب، لكن المباراه انتهت بالفوز 3-2. برافو كابتن احمد عبد الرؤوف، برافو مجلس اداره نادي بلديه المحله. فكره كمان انك تفضل متماسك وماشي اول اهو الاسابيع 6 اسابيع الاولى، دي حاجه جميله جدا. خلينا نروح للاستاذ مصطفى الشامي رئيس نادي بلديه المحله وبارك له على الفوز النهارده والثلاث نقاط. النهارده البلديه في المركز التاسع ب8 نقاط. استاذ مصطفى تحياتي لحضرتك. حياتي حضرتك يا كابتن فاروق ولكل الساده المشاهدين، ودايما بكون سعيد بوجودي مع حضرتك. مبروك. لا احنا سعداء بيكم الحقيقه، وانا زي ما بنقول كده من البدايه احنا سعداء بالمواقف بتاعتكم وادارتكم لفريق كره القدم منذ وجودكم في الدرجه الثانيه حتى الان في الممتاز الحقيقه. الله يبارك في حضرتك. الحمد لله يعني يمكن ربنا موفقنا الحمد لله، وكرم كبير عند ربنا اللي احنا واصلين لغايه دلوقتي، وان شاء الله يا رب نتمنى ان هو يكمل يعني باذن الله. سر اللقاء بقى شفته ازاي؟ مباراه صعبه جدا. الحقيقه يعني طبعا هارد لك الاول نادي فاركو، مجلس اداره محترم وجهاز فني طبعا مستوى قدير جدا جدا. كابتن خالد جلال عملوا مباراه كبيره، وهي كانت مباراه في الملعب فعلا كبيره جدا. مباراه صعبه، وطبعا يعني فاركو بيمتلك لعيبه وخبرات لعيبه في الدوري الممتاز على مدار كذا سنه موجودين فيها في الدوري الممتاز. لكن الحمد لله يعني اللي احنا بنشتغل عليه وكابتن احمد بيشتغل عليه طول الوقت، الشخصيه والهويه بتاعت الفرقه هي دي، يعني هي واخده مجهود كبير شويه. بس زي ما قلت مع حضرتك دايما وبقول انه احنا مع المباريات ومع الانسجام الاكتر ان شاء الله نوصل لاداء وشكل احسن وثبات في الاداء كمان، وده اللي مهم جدا، لانه الذبذبه ساعات اللي بتحصل شويه في الاداء دي او اللخبطه شويه بتبقى كسبان 2 او تبقى جايب جول او كده، يعني هو الحقيقه كابتن احمد شغال عليها بشكل كبير جدا وبتتحسن الحمد لله. بتبقى محتاجه خبرات يا استاذ مصطفى، يعني كان خلاص يعني فاركو لو الامور يعني في وقت شويه كان ممكن يحصل عمليه التعادل. هل كابتن احمد عبد الرؤوف طبعا هو هايل ما شاء الله يعني بيلعب كره هجوميه، فكره الجراءه على مدار اللقاء يعني في وقت من الاوقات ممكن تقول اقف هنا انا مش لازم اهاجم بقى خلاص انا كسبان 3، يعني أأمن شويه بقى واظبط حالي بحيث ان اطلع الماتش الشوط الاولاني كسبان 3 يخش فيه الجولين الشوط الثاني، دي بتبقى برضه صعبه شويه. وجبت برضه جون وكان في ضربه جزاء في اخر المباراه ليك، يعني هو برضه كان هو بيسعى طول الوقت ان انت يبقى ليك انت، يعني هو الفكره في ايه؟ ان هو في شخصيه للعيبه معينه هو عايز يبنيها في اللعيبه، زي ما حضرتك بنتكلم مع بعض. هو اللعيبه لسه مستوى اعمار سنيه صغير جدا. عندنا زي ما قلت لك قبل كده احنا تلت الفرقه 2003، اغلبهم اول مره يلعب 90% اول مره يلعب الدوري الممتاز. فهو عايز ينمي بس جواهم شخصيه الفرقه، وده احنا شغالين عليه وعارفين كويس انه مدى يعني الاخطاء اللي بتحصل بناء على طريقه اللعب دي وبيتم معالجتها والصبر عليها، لكن الهدف الاخير ان احنا نحقق الكره الكويسه اللي احنا عايزين نقدمها، نسوق نفسنا كويس، والهدف الاسمى طبعا هو البقاء في الدوري الممتاز. يعني الكره الحلوه بفوز ده مهم. بالظبط كره حلوه بفوز، بس في وقت من الاوقات محتاج فوز من غير كره حلوه يعني ان شاء الله نقدر نحافظ على ده ان شاء الله. يعني انا يعني بتمنى لكم التوفيق الحقيقه هايلين، وان شاء الله نكمل بقى على المنوال ده الحقيقه. بلديه المحله الحقيقه ان شاء الله من الانديه يعني الجماهيريه كمان، يعني ليها شعبيه كبيره جدا كمان يعني في مصر. انا بكون اكتر واحد سعيد الحقيقه بردود الافعال وانه الناس، يعني بشكر كل الناس الحقيقه وبشكر حضرتك يعني على الاهتمام بالانديه الجماهيريه ويعني الناس تبقى مبسوطه لما بيبقى في نادي جماهيري بيقدم حاجه كويسه. فيعني بشكر حضرتك على دعمك دايما، وبشكر الناس كلها على يعني انبساطها بوجود البلديه في الدوري الممتاز. يعني داخلين الماتش الجاي عندكم ولا بره؟ بره. ماتش صعب برضه بعد التوقف. ماتش صعب لان مغلوبين من الجونه 2-0 الماتش اللي فات. طبعا ماتش صعب طبعا. بص هو حضرتك الماتشات كلها بدون مقياس والماتشات كلها صعبه، لكن موضوع التوقفات وفترات التوقف الطويله عامل الصراحه مشكله. يعني انا عارف طبعا هو يعني مفيش حاجه بايد لجنه المسابقات او كده، لكن هي من اكتر الحاجات اللي تعبانه
او اللي مخليه عندنا تحدي كبير جدا ان احنا بنشتغل بامكانيات قليله، وبنشتغل على لسه منتاليتي فيها شغل، عليها شغل كبير، فبتبقى عامله لنا مشكله في القفله على الفرقه، وان احنا نفضل محافظين على الروح اللي موجوده، وازاي ان احنا نقدر نستثمر مكسب او تعادل او اداء كويس عملناه، فبيبقى تعبنا شويه. بس يعني ان شاء الله بعد التوقف ده الدنيا تمشي اسرع يعني. سيبو عمال يتالق يا استاذ مصطفى، وانا يمكن كنت اتكلمت معاك في اول ماتش تقريبا، قلت لك انا معجب جدا باللاعب ده. دي حقيقة. هل من تالقه ده ومن خلال الماتش النهارده كمان، هل ابتدت العروض يعني تنهال عليه ولا لسه والله ما هو فيش؟ في كلام، بس برضه عشان اكون صريح معاك، هو كلام اكتر جوه مصر، من جوه مصر اكتر بره مصر. في عروض حقيقيه بره مصر، يمكن هنا الكلام في مصر من الانديه اكتر، كلام مش كلام مرسل يعني، او يعني جس نبض كده يعني زي ما بيسموه. حتى لو جاس نبض، ما هو برضه يعني احنا لسه برضه قدامنا شويه على على بالظبط، انتقالات لكن شتويه. هو في طب الانديه الاخر دي انديه كبيره ولا انديه من وسط؟ لا، انديه كبيره. اهلي زمالك يعني. يعني لكن لكن زي ما بقول لحضرتك، هي قصه في ان في بيع اللعيب بالنسبه لنا احنا جزء اساسي من شغلنا ان احنا يكون بننمي مصادر دخلنا كنادي. لكن بما لا يضر الفريق، واحنا بنكون الفرق في اول السنه، احنا يعني الحمد لله بشكل كبير محضرين بدايل في كل المراكز مع كابتن احمد عبد الرؤوف. طبعا ده اختياراته الحقيقه اللي دي فيها مجهود كبير جدا. لو جه ان شاء الله باذن الله حاجه مناسبه يعني فيجو او غيره ما تضرش الفريق، اكيد يعني نبقى موافقين عليها. تمام، اتمنى لكم التوفيق يا استاذ مصطفى الحقيقه.